الناس موقفه الطريق عشان يلموا بطاطس. حسبي الله ونعم الوكيل. عربية بطاطس مقلوبة على الطريق، الناس اتلمت عليها وعلى قد ما يقدروا بقوا ياخدوا، واللي أخد مرة أخد غيرها 10 مرات، وزي ما تكون فرصة ده كيلو البطاطس وصل ل 15 جنيه وأكتر كمان في بعض المناطق. فيا ترى إيه حقيقة الفيديو المتداول ده؟ وهل فعلا الواقعة اتكررت في أقل من أسبوع؟ اللي عملوه الناس في الفيديو أحزن الجميع. مشهد من فيلم دكان شحاتة بيتكرر بحذافيره الأيام دي، وبقى فيه عصابات متخصصة في نهب الخضار وخاصة البطاطس والطماطم والبصل اللي سعرهم فاق كل التوقعات. وبعد ما كان الفن بينقل الواقع بقت الناس تقلد مشاهد الأفلام في الواقع. انتشر الساعات اللي فاتت فيديو للمرة التانية غير فيديو نهب تريلات البطاطس اللي رايحة سوق العبور، واتقال إن العربية دي اتقلبت على الطريق فالناس اتلمت حواليها وبقوا ياخدوا أكبر كمية من البطاطس، واللي في عربيته على الطريق نزل كمان والحاضر بقى يعلن الغايب، وده خلى فيه زحمة وأزمة مرورية كبيرة جدا. طبعا مع انتشار الفيديو ده كمان ده أحزن الناس جدا إننا وصلنا إزاي للحالة دي، خاصة إن الفيديو السابق كانت عصابة متخصصة وقاصدين التريلات الكبيرة دي وبقوا ماشيين وراها على تروسيكل ويقطعوا الشكاير الكبيرة اللي جواها بطاطس وينزلوها في التروسيكل اللي هو راكبينه وتم القبض عليهم. لكن الفيديو الجديد ده هي العربية اللي اتقلبت، والناس اللي أخدت البطاطس دي مواطنين عاديين مش حرامية ولا قصدهم نهبها، وده نفس اللي حصل الفترة اللي فاتت برضو مع عربية السجاير، وكان المشهد مؤسف الحقيقة ومحزن جدا. لكن هل فعلا فيديو البطاطس ده حصل حقيقي الساعات اللي فاتت؟ الحقيقة هو حصل فعلا، ولكن مش الساعات اللي فاتت. الفيديو ده قديم من 2019 تقريبا وفي الشتاء، الناس كلها لابسة ملابس شتوي، واحنا حاليا دلوقتي لسه ما وصلناش للفترة دي، وده اللي أكدوا الناس في التعليقات وبقوا يتساءلوا ازاي لابسين شتوي. اكيد الفيديو ده قديم وفي اللي كان يتمنى يكون جديد وحصل فعلا علشان التجار تبطل طمع، وفي اللي زعل على الحال اللي وصلنا له. ارتفاع الاسعار جنن الناس واللي معاهم ما بقاش مكفي طبق سلطه اللي بقت رفاهيات دلوقتي، علشان تعمله عايز على الاقل 100 جنيه، والخضار اللي بقى زي الذهب وفي الطالع دايما واسعاره عاليه جدا. فهل ممكن الاسعار تقل الفتره اللي جايه شويه؟ حسين ابو صدام نقيب الفلاحين قال ان سبب ارتفاع الاسعار هو احتكار التجار مع اقبال الناس على شراء البطاطس، وده خلى التجار تلجأ للتخزين للاستفاده من اقبال المواطنين وبالسعر الزياده المعلن من التجار. عشان كده لازم يكون في اجراءات رادعه للمحتكرين في السوق عن طريق وجود رقابه حقيقيه من الحكومه على التجار، علشان ما يكونش في استغلال للمواطنين، ويكون في عقوبات على أي تاجر يلجأ للتخزين في أي وقت من بداية حصاده ولحد انتهاء الموسم. تفتكروا الحل من المواطنين ممكن يكون إيه؟ هل زي ما البعض قال يبطلوا يشتروا السلع فبالتالي ده هيخلي التجار تقلل السعر لما يحسوا إن السوق نايم ومفيش حركة بيع وشراء، وبدل ما المحاصيل دي تبوظ هيضطروا يبيعوها بسعر أرخص؟ ولا لو واحد التزم بده 10 غيره مش هيلتزموا؟ شاركونا في التعليقات.